كيان سياسي شيعي مسلح يتأسس مطلع ثمانينيات القرن العشرين في خضم الحرب الأهلية اللبنانية. حلقتنا النهاردة عن حزب الله، وهنعرف فيها معلومات مهمة عن حزب الله. فعلى السريع خلينا نبدأ. بداية نشأة حزب الله اللبناني بترجع لثمانينيات القرن العشرين على خلفية الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية في يونيو 1982، وهو كيان سياسي شيعي مسلح اكتسب وجوده على الساحة اللبنانية بسبب مقاومته للنفوذ الغربي في الشرق الأوسط وتصديه للقوات الإسرائيلية بعد اجتياحها لبيروت في سنة 1982. ومع وصولنا ل 16 فبراير 1985 وبالتزامن مع بداية انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، أعلن الناطق الرسمي باسم حزب الله وقتها إبراهيم أمين السيد خلال مؤتمر صحفي عن وثيقة الحزب السياسية الأولى. وقدر حزب الله أنه يعزز من مكانته السياسية والعسكرية بعد إجباره للجيش الإسرائيلي على الانسحاب من الجنوب اللبناني في سنة 2000 وتكبيده خسائر كبيرة في حرب 2006. وحزب الله اللبناني نشأ من رحم حركة أمل الشيعية اللبنانية في سنة 1982 بمباركة من إيران، ودخل المعترك السياسي في سنة 1985. وفي البداية أطلق الحزب على نفسه اسم حركة أمل الشيعية، واللي من بعدها سمى نفسه حركة أمل الإسلامية. والحزب داخليا بيقوم على ولاية الفقيه اللي وضع أساسها آية الله الخميني بعد انتصار الثورة الإيرانية في سنة 1979. وتحول الحزب من كونه مجموعة مسلحة بتقاتل ضد إسرائيل لحزب سياسي شكل جزء من المشهد السياسي في لبنان، ونشط جناحه السياسي والعسكري، وقدر انه يسيطر على جزء كبير من المناطق اللبنانيه اللي فيها الاغلبيه الشيعيه. ومن المعلومات المهمه عن حزب الله انه يعتبر مؤسس الجمهوريه الايرانيه الاسلاميه الخميني، له دور كبير في تشكيله في اوائل ثمانينيات القرن العشرين لنشر فكر الثوره الايرانيه. وبالمناسبه حزب الله بيعتبر نفسه كيان اسلامي شيعي عابر للحدود الوطنيه، وبيتبع نظام ولايه الفقيه، واللي مقتضاه انه حزب مش مغلق في لبنان بس، وده معناه ان القياده والتوجيه والتفويض وقرارات الحرب والسلام بيد الولي الفقيه. وحزب الله في تاريخه في محطات مهمة، منها مقاومته للاحتلال الإسرائيلي وشنه العديد من الهجمات ضده في الثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، بالإضافة إلى أنه مع بداية القرن الواحد وعشرين وبالتحديد في الحرب الإسرائيلية على لبنان في 2006 كبد حزب الله الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة. ومن أبرز المحطات في تاريخ حزب الله اللبناني وقوفه بجانب النظام السوري في مواجهة الثورة السورية، بالإضافة للعبه دور مهم في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وخاض الحزب مجموعة من المعارك، منها معركة بنت جبيل في سنة 1978 واللي كانت ضد الجيش الإسرائيلي، وقدر فيها الحزب أنه يتصدى للجيش الإسرائيلي وتحرير البلد. بالإضافة لأنه خاض حرب اتعرفت باسم حرب الأخوة أو حرب الشقيقين، واللي كانت فترة من الصراعات المسلحة اللي دارت ما بين حزب الله اللبناني وحركة أمل خلال المراحل الأخيرة من الحرب الأهلية اللبنانية. وعلى المستوى السياسي شارك حزب الله في مناصب حكومية ونيابية هامة في لبنان، أصبح على أثرها له تأثير كبير في السياسة والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط. والهيكل التنظيمي لحزب الله بيتكون من مجلس سياسي ومجلس جهادي ومجلس عمل نيابي ومجلس تنفيذي ومجلس قضائي ومجلس شورى الجماعة، واللي مكون من 7 أعضاء، وبيترأس حزب الله الأمين العام للحزب. والحزب بيتكون من عشرات الآلاف من الأعضاء حسب تقديرات وزارة الخارجية الأمريكية، والقرارات بيتم اتخاذها داخله بأغلبية الأصوات، ويعتبر مجلس شورى الحزب أعلى هيئة تنظيمية فيه. وأعضاء مجلس شورى الجماعة بيتم انتخابهم من هيئة ناخبة بتضم مئات الأعضاء من الحزب، والهيئة دي معروفة باسم المؤتمر العام. وأعضاء المؤتمر العام نفسهم بيتم انتخابهم من المؤتمرات التمهيدية اللي بيتم عقدها في كل هيئات ومؤسسات الحزب. ومن شروط الانضمام للحزب الالتزام بأركان الإسلام ال5 ومفهومي الإيمان والإحسان، وأنه على كل عضو يرغب في الانضمام للحزب أنه يكون عضو فاعل عامل يحول مبادئ وتعليم الحزب سلوك عملي يستفيد منه عامة الناس. وبالنسبة لترسانة حزب الله اللبناني العسكرية حسب كتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، واللي ذكر فيه أن حزب الله بيمتلك 150,000 صاروخ وقذيفة. ومن جهته حزب الله صرح بأنه بيملك صواريخ تمكنه من ضرب جميع مناطق إسرائيل، وأغلب الصواريخ ديت غير موجهة، بالإضافة للطائرات المسيرة وصواريخ مضادة للدبابات والطيارات والسفن، بالإضافة لقذائف دقيقة
واخيرا في 2021 الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله كان اعلن عن ان الحزب يمتلك 100,000 مقاتل. ومن اعلام ورموز حزب الله اللبناني من وقت نشأته في سنه 1982 لحد لحظه تسجيل الحلقه دي في 2024 3 اشخاص تناوبوا على قياده الحزب كامين عام، واللي هم صبحي الطفيلي وعباس الموسوي وحسن نصر الله الامين العام الحالي لحزب الله. ولحد هنا انتهت الحلقه، والحلقه اللي جايه ان شاء الله هتكون عن الامين العام الحالي لحزب الله اللبناني حسن نصر الله. وفي النهايه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.